السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب بإذن الله تكونوا كويسين. نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. جاية تكلمين عليه النهاردة يا ماما فاهيتا؟ جاية أكلمكم على أم الدواهي، وجاية أكلمكم على شرشوبة اليوتيوب هش هش الرخيص وصلحه مع حسن بيسو. أول ما نبدأ كده إن شاء الله هنبدأ بأم الدواهي. أم الدواهي المصيبة الكبيرة اللي في اليوتيوب، أم الدواهي اللي عاملة قلبان ومش راضية تبطل أبدا حرب ووجع قلب وقرف وقلة أدب وسب أعراض. أم الدواهي اللي مخليها خل ما بين أهلها وما بين القنوات وما بين كمان دلوقتي المتابعين. الحقوا يا ولاد، ده أم الدواهي دخلت كمان على المتابعين. يلا بينا يا حبايبي نشوف أم الدواهي عملت ايه الأول في اخواتها، وبعد كده عملت ايه في المتابعة بتاعتها اللي كانت بتحبها وبتكن لها كل تقدير وكل محبة. طبعا يا حبايبي جت من قيمة كام يوم كانت عايزة تروح القاهرة، وبعدين متابعة من المتابعين اللي كانت بتحبها فقالت لها تعالي هنا يا زوزو عندي، يا مرحب بيكي، انا كده كده رايحة فرح، تعالي يا حبيبة قلبي وتنوريني، انا كده كده هسيبلك الشقة، تعالي اقعدي براحتك بدل ما تأجري بره. والست تشكر ويعني تستاهل كل خير وربنا يكتب لها كل خير. طبعا يا حبايبي زوزو راحت واخده الحتتين الجبنه بتوعها، جبنه بقى مش بدودو، وحتتين جبنه كده على ايه، على ام تفرج ورغيفين معاها، وشدت الهمه على القاهره، خدت عيالها وجوزها وراحت هناك. طبعا كانت الست قالت لها سيبلك المفتاح مع البواب وانا هروح فرح واسافر، وانت اقعدي يا حبيبتي براحتك بدل ما تقعدي وتأجري شقة هنا في القاهرة بالشيء الفلاني. لا يا حبيبتي الشقة تحت امرك، ودي طبعا تشكر وتتحط على الراس. طبعا لما راحت هناك عند العمارة البواب قال لها لا ده الست فوق اتفضلي. راحت لقيت طبعا الست عامله لها المحمر والمشمر والحلو كله، حتى هي الست طلعت وبررت وقالت انا حطيتها فوق راسي. تعالي بقى نسمع قلة الاصل اللي زوزو عملتها بعد ما اكلت والست رحبت بيها. طبعا زوزو بتقول بعد ما اكلنا قمت عملت المواعين، وقمت طبعا كان ايدي بايديها. طبعا يا حبيبة قلبي لازم تعملي كده، وانت حضرتك رايحة تتعلفي وتقعدي على الكرسي؟ لا طبعا. يعني الست اللي واقفالك بقالها كام ساعة على رجليها تحشيلك الحمام وتعملك ده وده وده، وانتوا عيلة بسم الله ما شاء الله 5 افراد، وانتي ما شاء الله عايزة سيادتك تاكلي وتقعدي على الكرسي؟ لا طبعا يا حبيبتي، لازم طبعا تقومي، ولازم طبعا ايدك بايديها، والست تشكر، والست تتحط فوق الراس ان هي فتحت لك بيتها، وان هي هتأمنك على بيتها وعلى دولابها وعلى سريرها وعلى حياتها وعلى دنيتها كلها. يعني نادر لما تلاقي اي حد يستضيف اي حد ويحطه فوق راسه. فانت كنت عايزه تروحي تتعلفي وتقعدي على الكرسي؟ لا طبعا ما ينفعش وما يصحش. لو انت انسانه عندك دم وانسانه حسيسه مش هتقولي الكلمه دي، لاننا كلنا سواء بنروح اي مكان بنتعزم فيه، سواء بنروح افراح، سواء بنسافر، ايدينا بايد اي حد بيعمل لنا اي حاجه، وده طبعا يشكر ان هو بيقوم لو يعمل لنا حتى كوبايه عصير مش هيعمل لنا اكل. فانتي غريبه جدا صراحه في كلامك ده. قال قمت وعملت ايه؟ المواعين ايدي بايديها. سيادتك كنت عايزه ايه يعني حضرتك بالظبط؟ كانت الخدامه يعني اللي جابها لك باباه؟ لا يا حبيبتي فوقي وهي تشكر وتتحط فوق الراس. وبعدين يا حبايبي طبعا باتت بقى الليله دي، وتاني يوم سابت ابنها وبتقول راحت شافت مصالحها وشافت الدنيا اللي هتعملها، ورجعت اخدت ايه شنطها وهي وعيالها وخدت بعضها وسافرت. فالمتابعه دي مدام منار المحترمه اللي انا يعني شخصيا بحترمها وبقدرها على موقفها الجميل دوا، وان هي استضافت ناس زي دي في بيتها وما تمرش فيهم للاسف. فبعد كده راحت مشوارها ورجعت اخدت ابنها واخدت الشنط وايه واتجهت لبلدها.
وبعد ما سافرت يا جماعة فضلت الست كل شوية تتصل بيها، علشان طبعا بقى دلوقتي ما بينهم عيش وملح. تتصل بيها الولد يقول لها ده ماما نايمة، ده ماما خارجة، ده ماما مش قاعدة، وتتهرب منها. انا معرفش صراحة قلة الاصل، ولا اقولك احنا كده كده واخدين عليك قليلة الاصل. اذا كنت انتي قطعتي لحمك ودمك ملكيش خير في اخواتك ولاد امك وابوكي اللي بتاكلوا مع بعض في طبق واحد زي ما بتقولي. فطبعا مش هنعاتب عليكي على واحدة غريبة، بس دي على الاقل عملت لك واجب المفروض كنت حطيتيه وتحويتي كده وحطيتيها فوق راسك طول العمر. بس للاسف انت ملكيش ولاء ولا انتماء لاخواتك اللي هم لحمك ودمك، فمش هنعاتب عليكي. فطبعا يا حبايبي زي ما احنا شايفين رانيا من ساعة ما هما طلعوا عليها الكلام القذر دوا ان هي ما بينها وما بين فارس حاجة، وان ازاي تديله المفتاح، ايه المأجورة بتاعتها الشبشب، ايه الكلام اللي قالته الجارح، وخلت المتابعين يشككوا برضه في رانيا ويتكلموا عليها كلام وحش. ده الحب الاول، ده الحب مش عارفة ايه، ده العريس الجديد. فطبعا رانيا من يوميها واتعقدت وزعلت جدا وخدت الكلام دوا على خاطرها. فطبعا حسبي الله ونعم الوكيل في اللي انت عملتيه انت والشبشب بتاعك. وزعلت جدا على حسام اخوكي لما نزل منتدى وهزق فيه الشبشب وهزقك انت كمان. وزعلت جدا ان هو اتنحرر قوي وزعل على شرفه وعلى عرضه. وطبعا سيادتك انت بس بمجرد ان هم قالوا اللي انت كنت بتتكلمي مع الدكتور واللي انت بتتواصلي معاه، طبعا طلعتي امبارح وعملتي فيديو مخصوص قلتي لا الا الشرف والا العرض. انتوا بتتكلموا عليا بقالكوا اكتر من سنتين تلاتة، بس ان جت لغاية العرض والشرف انا هطلع اتكلم وهقل ادب على اي حد. وبررتي ان ده طبعا بتكلميه علشان مصلحة ابنك، وان ما كانش ما بينك وما بينه اي حاجة خالص. فطبعا زعلتي قوي واتنحررتي على شرفك وعلى عرضك، رغم ما فيش اي حد من القنوات لا سب عرضك ولا اي حد اساء لشرفك ولا اي حاجة. طلعتي بس بمجرد كلمة واحدة قالتها طلعتي طبعا تبرري ان الدكتور ده ما كانش ما بينك وما بينه حاجة، وان طبعا كان عشان مصلحة ابنك. يعني الدنيا كلها مصالح يا زوزو يا ام الدواهي. فطبعا انت سبتي عرض اختك وانت السبب في كده، فربنا برضو باذن الله هيردها لك في يوم من الايام. ما تحملتيش على نفسك بس كلمة اتقالت وانت بتسلطي الشبشب تاكل وتنهش في عرض اختك. فحسبي الله ونعم الوكيل. ده طبعا يا حبايبي كان اول موضوع هنتكلم فيه. تاني موضوع بقى هنتكلم فيه اللي هو شرشوبة اليوتيوب وحسن بيسو والصلح اللي تم ما بينهم. طبعا احنا شفنا يا حبايبي من قيمة يومين كانوا الاتنين عملوا بث مباشر، وده استعرض عضلاته وده كمان استعرض عضلاته، وده انا هوريلك واجيلك المشروع بتاعك المطعم طبعا بتاع الكبدة الهوهو وبعدين التاني يقول له يا مرحب بيك وادينا العنوان. والاتنين كان في حرب قايمة وما طفيتش خالص، وده يعمل بث وده يقفل وده كمان يعمل بث. وكان صراحة شرشوبة اليوتيوب كان سخن خالص وكان مولع. يعني اللي يشوفه كده يقول هيروح يهد ايه المنطقة كلها على حسن بيسو. رجع طبعا امبارح قال لا خلاص عفى الله عن ما سلف وانا مش هعمل اي حاجة ومش هتكلم تاني ولا اعمل بثات. وكذلك برضو الامر حسن برضو طلع قال نفس الكلام، انا مش هتكلم. رغم طبعا حسن قال انا كنت ملتزم الصمت حوالي سنة وشهرين، فيا حسن خليك كده على طول في الصمت علشان تكسب نفسك وتكسب راحة بالك. فطبعا يا حبيبي برضو حسن طلع وقال انا مش هتكلم وانا مش عايز مشاكل وخلاص، انا مش هتكلم في اي موضوع تاني. طبعا ده بناء عن رغبة مين بقى يا جماعة؟ كريم الحديدي، لان طبعا عمل بث امبارح وقال انا حاولت ان انا صالح ما بينهم هما الاتنين والاتنين مش راضيين ومفيش اي حد خالص راضي يكبر له، لا حسن ولا شرشوبة. طبعا احنا عارفين شرشوبة اليوتيوب على طول متعصب وعلى طول يعني في خلافات ونزاعات،
وسب اعراض ما بين القنوات. فطبعا شرشوبة هو كمان اتعهد لنا برضو ان هو مش هيتكلم. فطبعا كريم الحديد يا جماعة قال اي حد هيتكلم ما يعرفنيش تاني، ولا انا ولا سمير. وده طبعا المستحيل بعينه ان الشرشوبة يبطل حرب ويبطل سب اعراض ويبطل الحوارات، لان طبعا المشاهدات بتجيله عن طريق سب الاعراض والمشاكل والحرب، لان طبعا شرشوبة مشاهداته بتيجي من المشاكل. فاحنا يا حبايبي باذن الله نتمنى ان الشرشوبة كده يتقي الله ويرجع كده عن اللي هو فيه. ومتشكرة جدا ليكم يا حبايب قلبي على حسن استماعكم، وما تنسونش بقى اللايك وتفعيل كلمة الكل عشان بإذن الله يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.